دايما بتدرك كده في بالك او بتفكر في بالك انك اساسي او انك محور الكون. انت لست محور الكون، ربنا خلق الكون ده في مخلوقات كتير جدا، انت من وسطهم. ربنا ميزك بالعقل، ولكن مش معنى كده انك افضل خلق الله، او انك مثلا انت كشخص اهم واحد. في منك مئات بل الاف بل ملايين ومليارات، كلهم بيدوروا في نفس الفلك اللي انت بتدور فيه، كلهم بيعملوا نفس الحاجه اللي انت بتعملها. لو مت الصبح محدش هيفتكرك. في شخصيات انت وجودك لحد النهارده هو اكبر دليل على ان الشخصيات دي نجحت في حياتها. انت ممكن مش متخيل اسم دلوقتي، ولكن في شخصيات انقذت العالم، وبالرغم من كده احنا لا ندرك اي شيء عنها. فانت اللي هتغير العالم، مش هتغير العالم. انت اللي هيكون بسببك تاريخ الارض هيختلف. انت لا شيء، انت مجرد نقطة في وسط ملايين النقط بل مليارات النقط. والله اعلم، ممكن النقطة دي ذات يوم تنتهي. مش تنتهي بمعنى انها وجودها خلص، لا، هي موجودة ولكن قيمتها انتهت. وللاسف الناس مش مدركه كده، بالعكس ده الناس استيل بتبني وستيل بتخلي وستيل بتعمل حاجات غريبه، بتضروا بعض، بيحاربوا بعض، بيقاطعوا بعض، وساعات بينفعوا بعض او بيتخابسوا على بعض وبيتلاموا على بعض. كل دي حاجات هم بيعملوها، ولكن هل معنى كده ان هم مخلدين؟ انت مش مخلد، انت حياتك كلها من 70 ل 80 سنه بالكتير. يوم ما تتمعظم قوي هتجيب 100 سنه، 115 سنه، هتموت برضو. فانت مش محور الكون، وجودك زي عدمه. لو مت الصبح العالم هيكمل، مش هيقف، مفيش حاجه هتقف. فلازم دايما تدرك ان انت اليوم اللي هتفهم فيه انك جزء ولست الكل، هو ده اليوم اللي هتبدا فيه انتاجيتك. هو ده اليوم اللي هتبدا فيه تفهم ان انت بتشارك كترس، مش انت المكنه. انت جزء من منظومه كبيره، مش انت مش كل حاجه، انت جزء بس. متى تدرك ذلك؟ معرفش، ولكن اللي اعرفه هو انك حاليا قدامك الوقت، معاك وقتك ومعاك صحتك. بعدين مش هيبقى معاك ولا الوقت ولا الصحة، فابدأ من دلوقتي احسن لك. بس كده.